ضمها أبناء مديرية السوادية محافظة البيضاء احتجاجا على تأخر الطريق وقطع الطريق لمدة 3 سنوات من قبل مؤسسة صندوق الطرق والجسور. يقومون بإغلاق كامل لجميع المحلات بعد أن شدوا الرحال لمدة 4 سنوات. وهي المواطنين نستعرض لكم السوق المغلق لمدة 3 سنوات. لقد تم إغلاق السوق لمدة سنة. نناشد القيادة السياسية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. نحن في مديرية السوادية محافظة البيضاء نقوم بوقفة احتجاجية نتيجة لإغلاق السوق لمدة 3 سنوات ونصف من قبل مؤسسة صندوق الطرق والصيانة، ولم ينجز أي شيء يذكر. تجار المحلات يقومون بإغلاق السوق إغلاق كامل ونهائي شامل بسبب قطع أرزاقهم. لقد خسروا من فوق 100 الملايين بل مليارات، مع ذلك نعدد العدد من فوق المليار. 100 الملايين قيمة الخسائر. التجار كانوا بنسبة 480 تاجر داخل السوق، والآن لم يتبقى إلا 180 تاجر داخل السوق بسبب إغلاق السوق إغلاق تام. لم يفتح حتى أحد الجوانب، لم يفتح أحد الجانب. نحن نطالب نناشد محافظة البيضاء ووكلاء المحافظة كامل والأخ رئيس صندوق الطرق بالجمهورية اليمنية الدكتور نبيل الحيبي والأخ وزير الأشغال العامة والطرق بأن يحلوا المشكلة حلا كامل. أصبحت المديرية تجمع لمدة 6 مديريات أخرى، مركز للسوق 6 مديريات، والآن بفضل الطريق حقهم والتأخر تبعهم أصبحت قرية وليست مديرية، قرية السوادية لن نقول مديرية. نناشد السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة ووكلاء المحافظة بأن يحلوا هذه المشكلة هذه الظاهرة. أصبحت المديرية مديرية يعني تسكنها أشباح ليست بشر، أصبحت خالية من البشر. نستعرض لكم هذه الوقفة الاحتجاجية ليست عرضا على أحد ولا تعديا على أحد، وإنما مناشدة للقيادة السياسية ممثلة بمحافظ المحافظة ووكلاء المحافظة، شاكرين جهودهم وتعاونهم والرجاء للالتفات إلى هذه الناس المجتمعة. اليوم نخاطبكم من وسط المديرية لعل تحل المشكلة، غدا سنخاطبكم من وسط العاصمة صنعاء من أمام الوزارة. حلوا المشكلة، الرجاء غاية الرجاء. أنا مظلوم 6 سنوات. أنا مظلوم. إلى من يعمر الأمر نحن نعاني من ضرر في السوادية من 3 أعوام والخط مقطوع في السوادية. نحن نعاني الإفلاس. نوجه رسالة إلى محافظة البيضاء أن يمر بهذا السوق، والله المستعان. نناشد محافظة البيضاء بسرعة إنجاز مشروع السوق لعده له 4 سنوات. السلطة المحلية ومديرية السوادية والأشغال العامة وصيانة الطرق رجاء خاص. سوف نناشدكم من هنا من على سوق السوادية، بعدين بنطلع باب الوزارات وباب المحاكم. غلسنا، انتهينا، اكلنا ما معانا، بعنا حقنا، بعنا ما نشتري، واحنا في هذه الحالة، حالة حالة يرتالها. نطالب للمحافظة أن يصلحوا الخط، لنا 3 سنين وإحنا في الخط. يفتحوا لنا الخط ولا يرفعوا لنا الحجر، ما عاد نشتري خط، خلاص يكفينا للآن. إحنا قد فلسنا، أخذنا من صبنا، أما وصلحوا الخط ولا ورفعوا الرجاء من محافظ المحافظة ووكلاء المحافظة مثلة بالسلطة المحلية، الرجاء غاية الرجاء بأن يعيدوا النظر إلى هذا الموضوع. الموضوع خطير وهام. عدد التجار 480 تاجر، أنا أصبح 180 تاجر فقط داخل مديرية السوادية بسبب تأخير الطريق مغلق لمدة 3 سنوات ونصف. هذا الطريق بالرغم من احنا نواجه تهديدات من جهة عليا ومن صندوق الصيانة والطرق بأن نكف وأن لا نشتكي. نحن لم نشتكي إلى أحد، بل نناشد السلطة المحلية، نناشد محافظ المحافظة. أمنا في محافظ المحافظة رغم أن احنا نعلم أن محافظ المحافظة لديه الكثير من المهام واستلم مهام جديدة، لكن عليه النظر إلى الموضوع لم يحتمل، لا يحتمل بعد. هذا السوق مغلق الخطين والتجار قاموا بالإفلاس. اتقوا الله، خسائر بالمليارات، من يعوضهم 4 سنوات. ما هذا المشروع؟ والله جريمة. هذه المحلات